دي هي اجدد عربيه عند شنجان اللي حفل الاطلاق بتاعها كان من كام يوم، وده يعتبر اول ريفيو ليها على يوتيوب. شنجان اليوني في اللي داخله ند بند مع عربيات ليها هيبتها ومركزها في السوق المصري. وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، ايه الاخبار؟ خلونا نتكلم سريعا وناخد نظره ولفه حوالين العربيه دي، نتكلم عن سعرها الرسمي والاوفر اللي انضاف عليها على الرغم ان هي لسه مش موجوده في معظم المعارض، ونتكلم عن الموتور ونتفرج على العربيه من بره ونتفرج عليها من جوه. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه علشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله، ويلا بينا نشوف ايه القصه. ونبدا بالسعر الرسمي كالعاده. العربيه دي انطرحت بفئه واحده بمليون 300، وطبعا النهارده بتاريخ النهارده المعارض اللي استلمت معظمهم حط عليها اوفر برايس يوصل ل 50,000، فكده لو قررت تجيبها النهارده هتتكلم في مليون 350. خليني اقول لك برضو ان العربيه دي داخله ند بند مع عربيتين قويين جدا في السوق المصري وليهم تقلهم وليهم مكانهم. اول عربيه وهي الام جي 7 اللي اغلى منها اصلا، سعرها النهارده في السوق بنتكلم في مليون 600 مليون 665 حاجه في السكه دي. وتاني عربيه في الساحه هي داخله معاها ند بند هي الجي اس ال امباو، واللي هتلاقي سعرها النهارده في السوق مليون 300 مليون 380 حاجه برضو في السكه دي. كده المنافسه الاقرب ليها للجي اس ال امباو، ولكنها برضو تتحط في نفس الكاتيجوري بتاع الام جي 7. دول الثلاث عربيات اللي هي ممكن تتقارن بيهم، وهنعرف الكلام ده دلوقتي من حيث الاداء والموتور والداخليات والخارجيات وكل حاجه. ندخل دلوقتي في الكلام على القلب النابض للعربيه دي. تعالوا معانا كده نفتح الكبوت بتاع العربيه ونشوف ايه اللي تحت الكبوت. ايه ده؟ في ايه؟ بس هش قفلناه كده تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. برضو كعاده العربيات الصينيه الكبوت بتاعهم يبقى تقيل جدا ومفيش مساعدين، يعني مش عارف ليه، يعني نلاحظ الموضوع ده في العربيات الصينيه كلها، الكبوت بتاعها تقيل جدا ومفيش اللي هو المساعد. هيقع ولا ايه؟ بس كده تمام. العربيه دي بتيجي بمحرك 1500 تربو، 185 هورس باور، 300 نيوتن متر تورك. الكلام ده كله طبعا على فتيس 7 سرعات وتسارع من 0 ل 100 في عالم ال7 ثواني، 7 ثواني و1 من 10 تحديدا. تعالوا نقفل بقى الكبوت بتاع العربيه ونتفرج واحده واحده على شكل العربيه من قدام. هش ندخل الاول. هي طبعا ويلكم لايت، هي مجرد ما تقرب من الباب الاوكر بتفتح. هفرجكم على الحوار ده من الجنب. جميل. ممكن ندور الاول اسهل. بسم الله. حلو قوي كده. ونشوف ايه اللي موجود في الشكل من قدام. نبدا بواجهه العربيه من قدام، واول حاجه هتلاحظها الشبكه بتاعتها اللي شكلها جامد جدا وفي نفس الوقت مفرغه من هنا، دي مش مقفوله علشان تهويه وتبريد الموتور. الشبكه دي اعتقد احنا شفناها قبل كده في البايك الاكس 55. عندك شعار شنجان في النص، اضاءات ال اي دي اخده سحبه كده بشكل حاد علشان الانسيابيه بتاعه العربيه وان هي تدي لك وش اجريسيف وهجومي والحاجات اللي احنا عارفينها دي. انزل تحت شويه هتلاقي الخط اللي طالع من هنا لحد هناك، ونفس الكلام في الجنب الثاني. عندك برضو هنا كاميرات من ضمن الكاميرات ال 360 وحساسات اماميه للركب. الحته دي مش عارف، حاسسها شكلها رخم شويه للعين، مش عارف ليه، دي وجهه نظر. الجنب ده والفتحات دي حقيقيه طبعا علشان التبريد وتبرد الكاليبرز والاطارات والكلام ده كله. ننزل تحت خالص بقى هنلاقي الجزء ده مش كربون فايبر وانما هو بلاستيك، بيديها شكل رياضي اكبر لان العربيه المفروض مصممه لفئه الشباب وعلشان مستهدفه الجزء ده عندهم اللي هي غريزه الرياضه بقى والجري والشكل والحاجات دي كلها. نفس الموضوع اللي موجود في الام جي 7 والامباو. طبعا الفتحات دي كلها حقيقيه، واعتقد في مصفح بلاستيك من تحت. طبعا العربيه قطعت بنزين كده، شكرا عشان نعرف ندورها تاني. قطعت بنزين، حظكم نار. المهم عندنا اول خط اللي هو ناهي الخط بتاع الفانوس طالع معاك في الكبوت من فوق، مدي لك اللي هي السحبه اللي بتبقى لتحت دي، جميل عشان تدي لك شكل هجومي بقى، ايروداينامكس ومش عارف ايه والحركات دي كلها. وفي خط تاني مع الكبوت مكمل معاك لحد الاخر. الخط بقى ده اللي جاي من اول هنا مكمل معاك لحد اخر العربيه، اتفرق لحتتين. هنشوفه لما نيجي لشكل العربيه من الجنب. نيجي لشكل العربيه من الجنب هتلاقي فيه خطوط حاده كتيره جدا لقدام علشان الموضوع يبقى اكتر قوه واكتر اجريسيف. دي الحاجه اللي هم بيسعوا فيها في الديزاين علشان تخاطب روح الشباب. برضو حاجه انا نسيت اقول لكم عليها وانا بفرجكم على الفوانيس من قدام، ان مكتوب هنا من الجنب كلمه يوني. العربيه دي من عائله يوني في. فاهمين الفكره؟ ننزل دلوقتي نشوف الجنط بتاعنا كام. فين ايوه، نعدي من الجنب الثاني. الجنط بتاعنا 18 35 45 ار 18. جنط 18 زي ما انتم شايفين اهو، اللون الاسود بتاعه. الكالبرز بتاعك لونه نيكل عادي جدا. يعني كنت اتمنى بقى بما ان احنا حاطين بقى جنب هنا وقصه كده رياضيه والحوار ده كله، كان يبقى الكالبرز لونه احسن زي الام جي، وحتى يكون كفر عادي جدا زي اللي موجود في الامباو، بس يعني حاجه تعدي مش مهم. وبقى بص معايا، ركز معايا، ده الخط اللي انا بكلمك عليه، هتلاقيه ماشي معاك للاخر. اتمنى انك تكون لسه شايفني دلوقتي، وتفرع معاك من هنا، طلع للشريعه اللي هي بتبقى في الجنب دي، وفي نفس الوقت كمل معاك للاخر للفانوس الخلفي. دي هنشوفها برضو وهنلاحظها اكتر من واحنا بنتفرج على العربيه من ورا. بعد كده معانا المرايات بتاعتك ضم، والاشارات في المرايه وشكل الاشارات مميز جدا، يعني هو اخد
شكل برضو حاد كده. وكاميرات 360 دي حته كده زي نيكل كروم، والمرايات نفسها نيكل، بس هي العربيه مطربه شويه متوسخه، يعني وسخت ايدي اصلا من اللي انا بعمله ده بلاستيك، مع اني كنت اتمنى ان هو يبقى نيكل زي الحته دي عندك هنا نيكل، ده بلاستيك عادي جدا. نبص على الاوكر هتلاقيها مخفيه في الباب، جميل، لانك انت وانت ماسك المفتاح وضغطت على الزرار اللي هنا هتبدا قفلت. ايه الكسفه دي؟ احنا هنضغط على المفتاح عادي جدا، نفتح هتلاقي الاوكر بتاعتك طلعت والمرايات بتاعتك بدات تعمل. تفتح الاوكر بتاعتك تركب، مجرد ما تركب جوه هتلاقي الاوكر دخلت في مكانها تاني علشان تدي لك انسيابيه اكتر بقى وايرودايناميك والقصه دي كلها. عربيه رياضيه. من ورا هنلاقي الخط اللي انا بكلمكم عليه من بدايه الفيديو راجع معاك في الفانوس بتاعك. كل العربيه عباره عن خطوط حاده، خطوط حاده علشان تدي لك روح الشباب، روح الرياضيه، الحركات دي كلها، فاهمني؟ المهم الديزاين بتاعك من ورا بتاع لايت بار كبير جدا وعليه علامه شنجان هنا من النص، لايت بار مضيء، يعني بص مثلا ده الويلكم لايت بتاعك جامد جدا، وفي هنا المثلثات بقى بتاعتك بتاعت اللي هي الايه مور اجريسيف والحاجات دي كلها بتاعت الاضاءه، كلمه يوني في عادي جدا، وهنا زرار بتاع الشنطه، الكاميرا الخلفيه موجوده هنا كاميرا خلفيه. برضو حاجه من ضمن الحاجات اللي عايز اقول لكم عليها، الشكل ده او النيكل او العكس ده، مش عارف هو بيضيء يعني في لمبه اضاءه ولا لا او عاكس بس، انما الحركه دي متاخده من حركات الفورمولا 1، لو حد بيتفرج على الفورمولا 1 ومتابع هلاقي دايما الحركه دي بتبقى موجوده فيها. حاجه ثانيه، عندك حساسات خلفيه عادي جدا، العواكس هنا دي الاشارات، جميل، الاشارات بتاعتك موجوده هنا والفتحتين اكزوست مش فيك، عندك فتحتين اكزوست حقيقيين مش فيك، وده مش كربون فايبر وانما بلاستيك زي اللي موجود قدام بروح الكربون فايبر. الحته دي برضو احنا شفناها كتير جدا في الامباو لما كنا بنجربها في التست درايف اللي نزلناها على القناه هنا. ده بلاستيك عادي جدا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعتذر. عندك برضو موجود هنا كلمه يوني في وشنجان في الجنب الثاني. الشنطه بتاعتك شنطه كهرباء مساحتها 380 لتر، جميل، شنطه بتفتح بالازاز بتاعك، طبعا دي الاكياس اللي كانت هي موجوده في الكراسي من قدام انا شلتها عشان لما نيجي نخش دلوقتي. في كل حاجه، مساحه الشنطه كبيره جدا، وطبعا هي بتفتح بالازاز زي الام جي 7 بس مش زي الامباو. احنا قلنا برضو ان احنا واحنا بنجرب الامباو قلت لكم كنت اتمنى ان الديزاين من ورا يبقى فيه نفس الحته دي، ان الشنطه وهي تفتح بالازاز الخلفي، برضو دي علشان الشمس والحاجات دي كلها. ننزل تحت بتاع بلاستيك، عندك جنط احتياطي بالعده بتاعته، موجود هنا جنط احتياطي، مفيش اي ليدات او اضاءات، لا في ليد هنا اضاءه ظلمناهم بس مفيش اي حاجه ثانيه. ده كده بالنسبه للديزاين والشكل الخلفي والشنطه بتاعت العربيه. شكل العربيه من ورا عاجبني جدا، يعني شكل العربيه من ورا ممكن عاجبني اكتر من شكل العربيه من قدام. خلاصه الشكل الخارجي للشنجان اليوني في، العربيه كلها عباره عن خطوط حاده، اخده حده في الديزاين علشان هي موجهه للشباب، واحنا كشباب بنحب الدلع بقى والخطوط الحاده والحركات، وان العربيه سبورت ورياضيه والقصه دي كلها. انا كلمتك عن سعر العربيه، كلمتك عن الشكل الخارجي، كلمتك عن الموتور، فاضل ان احنا ندخل نتفرج على العربيه من جوه. طبعا دلوقتي انا عايزكم تركزوا معايا علشان انا مش هوريكم نفسي على قد ما انا هنخش نصور. تخش يا باشا من جوه، مفيش حاجه اسمها صيني، دي مش عربيه صيني. استنى بس ندور ستارت ستوب انجن بتاعك هنا، دي مش عربيه صيني، دي عربيه صيني بتصميم اوروبي. الطاره دي مبدئيا انت ما بتشوفهاش غير في بيجو، جميل. عندك هنا بقى تحكماتك في الشاشه ومش عارف ايه، ورد على المكالمات والقصه دي كلها، ده مثبت سرعه، جميل، لوجو شنجان. ايه ده الامر الصوتي كمان انا ما خدتش بالي منه، بتقول لك هير، جميل. في عندك 2 بيدل شيفت. بص بقى الجميل جدا في الديزاين ده هي شكل الشاشه من قدام، زي ما انت شايف هي غطسانه لجوه شويه واخده كيرف كده فوقيها علشان الشمس بقى ومش عارف ايه وكده، جميل. الشاشه دي مقسومه ل3 اشكال، ده الشكل اللي هي العدادات الديجيتال بتاعتك عادي جدا، جميل. شكل الطاره رياضي جدا اللي هو فاهم. على فكره عايز اقول لكم معلومه، ان شكل الطاره دي متاخد من فورمولا 1، جميل. فورمولا 1 هم اللي بيعملوا الطارات بتاعتهم بالشكل ده. تعالى بقى قبل ما نكمل على الجنب ده نخش شويه كده نشوف ايه التفاصيل اللي في الباب. مبدئيا الباب زي ما انت شايف كده، جميل. كل دي طبعا تخريمات اعتقد ان هي بتاعت السماعات، جميل. شايف التطعيمات اللي باللون الاورنج دي كلها علشان تدي لك الرياضيه اكتر. ده لون انبوت لايت زي ما انت شايفه كده، بيتغير وبتقدر تغيره من خلال الشاشه. الاكره بتاعتك من هنا زي ما انت شايف، بس انا حاسسها خفيفه شويه، جميل. مقبض بتاعك في مساحه لا باس بها، ثانيه واحده، في مساحه هنا لا باس بها ان انت تحط فيها حاجتك، تاخد ازازه ميه صغيره، يعني دي غويطه شويه لجوه، جميل. والتطريزات برده بتاعتك باللون الاورنج زي ما انت شايف، جميل. هنا مفتاح الكبوت، وهنا فتحه التانك بتاع البنزين، برضو الانبوت لايت اللي احنا بنتكلم عليه اهو، اللي هو زي موجود في الباب، جميل. لما بتقفل بيبقى شكله كده زي ما انت شايف، رايق جدا جدا، جميل. نيجي بقى دلوقتي للشاشه بتاعتك اللي بتقدر تتحكم فيها في كل حاجه. الديزاين بتاعها زي ما انت شايف اخد الكيرف ده، والشاشه جايه عليك كده، جميل. وبعد كده اتسحب الديزاين لجوه. في عندك هنا برضو زراير للتحكم في وحدات التكييف، انا بحب الموضوع ده ما بيبقاش كل حاجه من الشاشه، جميل. ننزل تحت شويه، ده مش وايرلس تشارجر، جميل. ده ماتيريال بلاستيك زي ما انتم شايفين، 2 كاب هولدرز. اجمد مقبض في تيس انا بحبها، وخد بالك من التفاصيل، هو مهتم لك بتفاصيل. احنا نولع التكييف عشان انا هموت كده، جميل. انا عارف ان العربيه هتفصل تقطع بنزين، بس نولع التكييف
ثانيه واحده بقى ننزل شويه بالمروحه علشان الصوت كده تمام. جميل. عندك هنا الدرايف مود سيلكتور، هتبص كده في الشاشه بتاعتك هتلاقي ايكو، سمارت، الايه تاني، السبورت والنورمال، دي الاربع انظمه قياده. عندك الكاميرات ال 360 النقاء بتاعها زي ما انت شايف اهي 3 دي زي ما انت شايف، النقاء بتاعها كويس جدا يعني جامد جدا. جميل. نرجع زي ما انت شايف في ابل كار بلاي واندرويد اوتو برضو البتاعه دي. نيجي هنا بقى شوف التطريزات اللي هنا زي ما انا بقول لك اللي هي مكمله معاك. المسند بتاعك من تحت فيه هنا ثلاجه وبتقدر تتحكم في الاون والاوف بتاعها. جميل. المساحه بتاعتها كويسه جدا. خش بقى هنا وشوف التفاصيل اللي موجوده هنا برضو، الخياطه بتاعتك، الانبت لايت اللي احنا بنتكلم عليه، الكراسي الجلد رياضيه جدا زي ما انت شايف، الكراسي بتاعتك رياضيه جدا، والخطوط الخياطه باللون الاورنج، وبرده نفس الكلام التطعيمات دي كلها علشان يدي لك روح الرياضيه، وبرده الحزام زي ما انت شايف. في حاجه بقى انا عايز اقول لكم عليها، وهي ان العربيه دي فيها فتحه سقف بانوراما ولكن ما بتفتحش. يعني بص معايا، فتحه سقف بانوراما هي كده بس ازاز ما بتفتحش، هتيجي تعمل كده وبتقفل العكس، يعني بتقفل من قدام لورا مش العكس، مش زي ما احنا متعودين ان هي تطلع من هنا، لا هي بتطلع العكس زي ما انت شايف كده. جميل. ده كده اعتقد بالنسبه لكل حاجه قدام في العربيه. القعده مريحه جدا، انا مستمتع وانا قاعد قدام، مفيش اي مشاكل. نسيت اقول لكم ان في هنا مساحه تخزين، الحته دي انا كنت هنساها. في هنا مساحه تخزين، مخرج 12 فولت، وهنا وصله يو اس بي سي. جميل. ناسف طبعا على التصوير ان احنا مفيش حد معانا يساعدنا النهارده، ولكن يعني هنظبط الموضوع ده فيما بعد لما نعمل لها ريفيو محترم اكتر من كده. نيجي لشكل العربيه من ورا، برضو الباب زي ما انت شايف، الخامات دي كلها ده كده بلاستيك، لا ده سوفت مش بلاستيك، انا اسف، ده كده جلد. جميل. دي شكل جميل جدا على فكره، يعني ان هو مدي دي شكل السماعات موجوده هنا برضو، الامر الصوتي تقريبا، في هنا مساحه لا باس بها مش بطاله. جميل. برضو نفس التطعيمات اللي باللون الاورنج عشان تدي لك حياه الشباب والقصه دي كلها. الانبت لايت طبعا اللي هنا طافي، انا اعتقد ان هو بيبقى شغال، لا مفيش انبت لايت هنا، مفيش لايت هنا، هو موجود قدام بس. ده كده بتاعته برضو كويسه، يعني يوني في مكتوبه قدامك هنا في الكرسي رياضي جدا. الحاجه بقى اللي هي مضايقاني جدا هي فكره ان المساحات الداخليه حاسسها مش الطف حاجه. العربيه طبعا زي ما قلنا ان هي فيها خط نازل بالشكل ده، فهي هتاثر معاك على مساحه الراس. كده الرؤيه اعتقد اوضح شويه. انا مش طويل يا جماعه، انا مش من الناس الطوال، انا مش فاكر اصلا انا طولي كام والله بجد، ما قستش من زمان، فانا مش من الناس الطويله قوي، فبقول لك مساحه الراس ممكن تضايق ناس كتير، لان انا يا دوب يعني صباعين بالظبط هم اللي يبقوا باينين من هنا. جميل. لكن مساحه الرجل انا بالنسبه لي تمام، برضو لو حد طويل شويه اطول مني اكتر هيتضايق من مساحه الرجل. الكرسي ده كان راجع لورا ما حركتوش من مكانه من القعده قدام. جميل. برضو عندك كلمه يوني في زي ما انت شايف موجوده هنا، يوني في قدامك، الكرسي رياضي جدا ومخبي عليك كل حاجه قدام، انا مش شايف اي حاجه. جميل. لكن القعده في حد ذاتها ككرسي ومش عارف ايه، انا عايز اتاكد بس هو الكرسي ده ليه درجات ولا لا. مالوش درجات، هي الدرجه الواحده بس. جميل. في عندي ميني نفق، يعني مش نفق كبير، ميني نفق حاجه صغيره. عندي فتحتين تكييف، وصله يو اس بي سي واحده، يعني الاثنين اللي قاعدين ورا هيتخانقوا عليها. هنا في مساحه تخزين عاديه جدا. جميل. نتحرك، انا بتحرك بصعوبه نوعا ما، بصراحه نوعا ما بصعوبه، لان الكرسي ده كان معدول برده على عدله الشخص اللي موجود قدام. جميل. نيجي هنا في عندك مسند. جميل. 2 كاب هولدرز بس كده، واضاءات موجوده هنا ما بتتحكمش فيها لان الباب مفتوح، فهي كده كده كل الاضاءات شغاله. ده بالنسبه للعربيه والقعده من ورا. الحركه صعبه شويه طبعا، الشباب اللي بيلعبوا بدل من هناك انا رميت لهم 3 كور لحد النهارده، وقلت لهم لو جت هنا تاني هقطعها، فهي معايا لما حد بقى يبقى يجي يسال عليها. خلونا نكمل. طبعا ده الويلكم لايت بتاعها زي ما انتم شايفين، انا بس المفتاح في جيبي فانا قربت منها. طيب خلاصه الشنجان اليوني في، عربيه معموله للشباب بتنافس في الفئه دي في الحته دي. انا وجهه نظري شايف ان شكل العربيه جميل جدا، والشكل ده تحديدا احنا هنشوفه في حته اذواق، يعني انا هبقى شايف الام جي 7 احسن، انت هتبقى شايف الامباو احسن، غيري هيبقى شايف اليوني في احسن، يعني اذواق مش هنتكلم فيها، بس شكل العربيه مرضي جدا والديزاين متعوب عليه. يجي بقى لجوه، جوه العربيه من قدام اللي هو الكرسي بتاع السواق والكرسي اللي جنبيه، انا شايف ان الديزاين ده هو اللي يكسب العربيتين التانيين. ديزاين جامد جدا وتحفه، يعني ديزاين رايق جدا يا جماعه الحقيقه، رايق جدا باللمسات بالخامات بالماتيريال اللي موجوده جوه. لكن المشكله الوحيده اللي ما ظبطتش معايا هي المساحات الخلفيه، وده كان طبيعي جدا لان احنا شفنا العربيه مسحوبه من ورا اللي هي السحبه دي، فطبيعي ان مساحه الراس ما تبقاش احسن حاجه، وبرده مساحه الرجل برده ما تنساش ان الشنطه بتفتح بالازاز اللي ورا، فده منطقي طبيعي جدا ان المساحات خلاص تبقى على اخرها. كده ريفيو سريع جدا لطيف، واول ريفيو على اليوتيوب للعربيه دي. ما تنساش تدوس لايك للفيديو ده لو عجبك، وتعمل سبسكرايب للقناه، وتشارك الفيديو ده مع اي حد بيفكر انه يجيب اليوني في الجديده، وقول لي برده في الكومنتات وشاركني رايك تديها كام من 10. ثانك يو فور واتشنج، شكرا على المشاهده.